يا اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من شيكو فلوج والطابعات في حياتنا. واعتقد ان دي اول حاجه المفروض تعملها اول ما تجيب الطبعه بتاعتك. دلوقتي انت جبت الطبعه والمفروض انك عايز توصلها بالكمبيوتر بتاعك عشان خاطر تبدا رحلتك في الطباعه. النهارده هنتعلم مع بعض ان احنا ازاي نوصل البرينتر بتاعتنا، ومش لازم تبقى نفس النوع اللي انا جايبه النهارده انا معايا برينتر ابسون ال 1300، ولكن الطريقه دي او البروسيس ديت تنطبق على كل انواع الطابعات عامه، سواء بقى ابسون، كانون، اتش بي، او اي نوع براذرز، اي نوع طبعه انت ممكن تشتريه هيشتغل بنفس الطريقه. فمن غير اي تاخير، لو انت لسه جديد هنا ما تنساش تديني سبسكرايب وتديني لايك متين، ولو عندك اي كومنت اكتبه تحت. ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا. انترو. ورجعنا لكم من الانترو العظيم بتاعنا عشان بقى نبدا رحلتنا في الطباعه. دلوقتي انت جبت البرينتر بتاعتك يا بطل، والبروسيس دي بالمناسبه تنطبق على اي نوع برينتر، مش شرط البرينتر اللي احنا شغالين بيها النهارده انا معايا ابسون ال 1300 من نوع طباعه الاي 3، مكنه كبيره شويه، ولكن حبيت يعني اوريكم الطريقه. ودي الطريقه دي بتنطبق طبعا لو انت عندك اي نوع ابسون، هيبقى نفس الطريقه دي بالظبط في السيت اب على الكمبيوتر، او حتى طريقه التشغيل نفسها. لو انت عندك كانون هيفرق بس انه في صمام امان بتاع التنكات ما بيبقاش موجود في كانون واتش بي، هو ده بس اللي هيفرق ما بين الاثنين، ولكن البروسيس واحده وكلها واحد. اول حاجه هتعملها هتفتح لسان دماغ الطباعه من فوق، الطبعه من فوق، واللسان اللي تحت زي ما انت شايف كده. خطوه رقم 2 هتفتح المكان ده بالطريقه دي كده، وتبدا تحط الاحبار بتاعتك كل حبر في المكان المخصص ليه عشان خاطر يبقى مظبوط. وتاكد ان انت قفلت الصمامات ديت بشكل مظبوط وحطيت العلبه كامله في الاماكن بتاعه الطباعه. تاكد انك معلقها صح. قفلنا الدماغ بتاعته، وهنفتح صمام الامان من هنا للبرينتر، وكده البرينتر بقت زي الفل. هنبدا نجيب ورق A4 عادي خالص، لان احنا لسه في مرحله التجريب في البدايه. تمام كده، حطينا الورق بتاعنا، الدنيا تمام. هتقول لي اوصل البرينتر بقى بكابل الكهرباء، ونبدا بقى ونوصل بقى الفيشه بتاعه اليو اس بي وكده. خلي بالك النقطه دي كل الناس بتقع فيها، اوعى توصل اليو اس بي باللابتوب بتاعك او الكمبيوتر بتاعك قبل ما تنزل السوفت وير بتاعك. فيلا بينا ننتقل للكمبيوتر عشان نشوف هنعمل ايه بقى قبل ما نخش على البرينتر. البرينتر لسه مقفوله، وهنخش على اللابتوب دلوقتي. طبعا انت كل برينتر بيجي معاها ديفايس او سي دي بتاعتها، ولكن لو معهاش السي دي بتاعتها او انت غيرت الويندوز بتاعك وعايز تنزل السوفت وير، فكل اللي انت هتعمله هتخش على جوجل، هتكتب اسم الموديل بتاع المكنه بتاعتك، وتكتب جنبيه كلمه درايفر. تكتب جنبيه كلمه درايفر، هيطلع لك في محركات البحث حاجات كتيره. خلي بالك في نقطه مهمه جدا، انه دايما اول نتيجه ما بتبقاش حقيقيه. يعني انت مثلا لو بتكتب عن كانون هيطلع لك نتائج لويب سايتس ثانيه ممكن تبقى فيها سبام، ممكن يبقى فيها فيروسز. فخلي بالك من النقطه دي كويس جدا وانت بتنزل الدرايفر عشان ما يحصلكش اذى. دايما اتاكد انه الويب سايت بتاع اللي انت هتنزل منه هيبقى اسمه www.epson مثلا .eu. ده كده مضمون او ويب سايت رسمي. هندوس عليه هيفتح لك موديل الطبعه، وزي ما انت شايف كده هتخش على كلمه داونلودز او سبورت، وبعد كده بتعمل داونلود للفايل بتاعك، وادي الفايل بتاعنا. طبعا انا عملت البروسيس دي قبل ما نصور عشان اختصارا للوقت. طبعا انا دلوقتي دخلت على الداونلودز، وده الفايل اللي نزل من على الانترنت. هعمل ايه؟ هعمل كليك يمين لو انا ويندوز، وهقول له run as administrator. الويندوز هيقول لي موافق، هقول له يس، وهيبدا يعمل اكستراكت للبرنامج نفسه. هيقول لي شويه حاجات كده، موافق، هقول له اي اجري، اقول له اوكي. هيبدا يلود البرنامج زي ما انتم شايفين كده. هنستناه لغايه لما يعمل اكستراكت او يفك الضغط بتاع الدرايفر
زي ما احنا شايفين. ودلوقتي فتح لي الدرايفر بتاع المكنه، بيشوف اذا كان في سوفت وير معين متوفر ولا لا. وزي ما احنا شايفين اول ما فتحنا البرنامج اللي نزلناه هندوس على طلع لي دي كده، قال لي انت عايز تخلي البرينتر دي هي الماستر برينتر بتاعتك. هقول له اوكي. هيقول لي عايز اللانجوج ايه، هقول له اوكي انجلش، وموافق على اللي انت عايزه يا باشا، بس سطب لي البرينتر بعد اذنك. كل ده احنا قافلين البرينتر، ما فتحناش البرينتر خالص اهو. ابسون برينتر يوتيليتي سيت اب. خلي بالك بس في الويب سايت وانت بتعمل داونلود دايما اعمل داونلود للدرايفر، لانه في حاجه تانية اسمها ابسون سوفت وير ابديت. دي انا اتخميت فيها ونزلتها، ولكن ده ابديتر بس، هو ما بيعملش حاجه لانه بيعمل ابديت للسوفت وير بس، لكن انت محتاج الدرايفر. فانت ده بيبقى مقفول على الزائد، تفتحه وتدوس داونلود هيفتح لك الدرايفر. بص بقى دلوقتي هو قال لي ايه. افتح البرينتر بتاعتك اهو، ووصل اليو اس بي باللابتوب بتاعك. فاكرين لما قلت لكم اكبر غلط الناس بتعمله ان هم بيوصلوا البرينتر قبل ما يعملوا لها تعريف، او اثناء ما هي بتتعرف بيبقى موصل البرينتر وفاتحها، وده غلط جدا، والا ما كانش طلع لك المسج دي بعد السيت اب بتاع البرنامج. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنفتح البرينتر بتاعتنا، هنوصل الجاك بتاعها باللابتوب اللي هو اليو اس بي زي ما انتم شايفين كده، ده اليو اس بي بتاع الطبعه، هوصله باللابتوب او الديفايس اللي انا هشتغل عليه، وبعدين هبدا افتح البرينتر بتاعتي. الهدف من فصل البرينتر ايه؟ انه دلوقتي انه ما يتعارضش ان المكنه تبقى لسه مش ريدي وفي نفس الوقت انا بشتغل او بسطب البرنامج في نفس الوقت. ممكن يحصل تعارض ما بين الاثنين وساعتها هيحصل مشكله. المكنه وهي بتقوم مهم جدا انك تتاكد ان يبقى في مصدر كهرباء متغذي بالمكنه بشكل كويس، ما بيقطعش قدر المستطاع. طبعا يعني ممكن النور يقطع عن المكان كله، ولكن قدر المستطاع اعمل الطريقه دي في اجواء هاديه، يعني ما يبقاش في النور في مشكله او الكهرباء فيها مشكله وتشغل البرينتر بتاعتك. طبعا هتفتح صمام الامان زي ما احنا كنا فاتحينه، وبعدين هتبدا تقول له اوكي انا وصلت البرينتر. وانس ان هو شاف البرينتر اتوصلت، بص ايه اللي حصل. قال لك ان البرينتر انستولد وسكسسفل، خلاص هي كده تمام من غير ما المسه، من غير ما اعمل له اي حاجه، هو قرا البرينتر بالفعل. هقول له اوكي يا باشا خلاص، يعني هي كده اتقرت وانت اللي شايفه يبقى 100 100. هنبدا دلوقتي رحلتنا مع الطباعه. دلوقتي المكنه اتسطبت تمام بالكامل. عشان تعرف اذا كانت اتسطبت ولا لا، هتيجي تجيب اي صوره، انا مجهز لكم صوره هنا، ندوس عليها كليك يمين وبعد كده هندوس برنت بطريقه عاديه خالص. هنفتح هنا كده الويندو دي، هنلاقي فيه اسم البرينتر في الحته دي كده، ومكتوب ابسون ال 1300. معنى كده ان البرينتر دي خلاص الجهاز بقى شايفها. الفرق زي ما قلت لكم انه ما بين الكانون والابسون هو صمام الامان بتاع التنكات. طبعا انت لو في اي مكنه تانية ما بيبقاش فيه الصمام دوت، ومع ان الصمام ده حاجه كويسه بالنسبه للمكنه يعني بيسيفها تمام كده. فانا دلوقتي هختار الصوره ديت، اخترت الصوره دي عايز اطبعها، هقول له المقاس اللي عايز اطبعها. انا اطبع حاجه صغيره، اطبعها على مقاس صغير وعلى ورق عادي عشان اشوف بس المكنه هتطبع فعلا ولا مش هتطبع، اتاكد منها يعني. اختار من هنا بيبر سايز، اختار نوع الورق اللي انا حاطه. لو انا حاطط مثلا ورقه A4 فهختار A4. الكواليتي قد ايه هقول له ستاندرد، والبيبر نوع الورق بتاعي هو عباره عن ايه، فهقول له بلان بيبر، انا حاطط ورق عادي خالص. ولو انت مش فاهم انواع الورق ممكن ترجع لحلقه ازاي تختار الورق المناسب للبرينتر بتاعتك عشان خاطر تعرف الصوره هتطلع كويسه ولا لا. طبعا انا متاكد ان الصوره هتطلع وحشه، بس احنا بنعمل تيست دلوقتي على الورقه دي، وهقول له عدد الطابعات او عدد النسخ من الورقه دي هيكون كام نسخه. هقول له نسخه واحده وهقول له اوكي. طبعا ده بشكل عادي خالص، وفي طريقه ادفانسد اكتر ان انت بتتاكد من كل حاجه. بص ايه اللي حصل، سحبت الورقه فعلا اهي وطبعت الصوره بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. طبعا الالوان مش كويسه، ولكن عشان احنا بنعمل تيست. طبعا دي كده اول تستايه طالعه من المكنه عندك والدنيا تمام جدا. لو عايز تكشف على المكنه دي وتعرف
هل الاحبار بتاعتها كويسه او محطوطه بشكل كويس ولا لا، او فيها مشكله مثلا في الهيد ما سحبش الحبر بشكل كويس، او لما جيت تطبع مثلا اول طبعه لقيت الصوره طلعت لك بالمنظر ده كده، نصها مظبوط والنص التاني بهتان، ففي لون كده فاصل عندك، ففي مشكله عندك في البرينتر. كل اللي انت محتاجه ان انت هتعمل حاجه اسمها نوزل تشيك. ايه هو النوزل تشيك؟ ان انت هتشوف هل البرينتر دي كل الالوان اللي فيها مظبوطه ولا مش مظبوطه. بيحصل ازاي؟ هنيجي دلوقتي على الصوره بتاعتنا، اي صوره على الكمبيوتر بتاعك، وهتدوس كليك يمين وهتخش على برينتر زي ما احنا عادي خالص، وهيفتح لك الويندو دي. سيبك بقى من الطباعه، احنا هنشوف بس المكنه مظبوطه ولا لا. فهندوس على اوبشن هنا في الجنب تحت خالص، وبعد كده هندوس على برينتر بروبرتيز، هندوس عليها هيفتح لك الطريقه دي. كل مكنه ممكن يبقى الانترفيس بتاعها مختلف شويه، ولكن في الاخر احنا هنوصل لنفس الطريقه. اي مكنه في الدنيا هتلاقي فيه هنا اكتر من تاب فوق هنا كده. هنروح على مينتيننس، كلمه مينتيننس او الصيانه، هندوس عليها. هتلاقي عندك اول حاجه خالص حاجه اسمها نوزل تشيك او التحقق من الحبر. هتدوس عليها، هيلود، وبعد كده يقول لك عايز تعمل برينتنج عشان تشوف، هتقول له اوكي برنت. بص هنا كده الصوره اللي طالعه، طبعا هو سحب الورقه، اتاكد ان طبعا البرينتر فيها ورق وكله زي الفل. شايف كده الطريقه او الصوره اللي طلعت لك دي؟ هو بيقول لك لو طلعوا الحاجه مطبوعه بالطريقه دي يبقى المكنه بتاعتك بيرفكت، تقدر تطبع عليها زي ما انت عايز. لو فيها تقطيع بالاسلوب اللي انت شايفه على الشاشه ده هيبقى عندك مشكله وهتحتاج صيانه للمكنه بتاعتك. وما تتخضش، ممكن تبقى جايب المكنه جديده ولكن محتاجه صيانه، مش معنى صيانه انها تتفك يعني، ولكن محتاجه انها تتنظف للهيد، وده سهل جدا، هيتعمل له حلقه مخصصه ازاي تقدر تعمل كلين للهيد بتاعك، وازاي تقدر تخلي المكنه بتاعتك تطبع الحاجه بيرفكت من غير ما يحصل فيها اي دامج او اي مشاكل. طبعا ديت النتيجه ما شاء الله طلعت مرضيه جدا، كل حاجه هنا مظبوطه، مفيش اي حاجه، السطور مظبوطه، التكست مظبوط، مفيش تقطيع، مفيش شرط، مفيش اي حاجه. وده معناه ان المكنه مظبوطه وجاهزه لطباعه الورق. ده كانت حلقه النهارده لطريقه انك تسطب المكنه بتاعتك على اللابتوب بتاعك بطريقه بسيطه جدا، طريقه سهله جدا، ولكن يعني فيها شويه تريكات لازم تاخد بالك منها زي ما قلت لك كده. فلو انت مهتم بكونتنت الطباعه ما تنساش تعمل سبسكرايب في الشانل وتديني لايك متين وتعمل كومنت لو عندك اي سؤال في الطباعه، وهستناكوا الحلقه الجايه، وتاكد انك مشترك في القناه ومفعل زر الجرس. انا شريف عبد المنعم وانت كنت بتتفرج على شيكو فلوج. اشوفكم على الف خير، السلام عليكم. Chico Vlog.